زيزو زيزو اوعى يجيلك زيزو، كورة واحدة كانت ممكن تغيّر الماتش النهارده وكابتن زيزو رفض. أنا متخيّل إن ده جناح النادي الأهلي اللي رافض يشوط الكورة دي في المرمى ويخلّص جون، جات له الفرصة شوط يالّا يا حبيبي، لأ مش هاشوط، طب يالّا تاني أهو لسه كل ده ما حدش ضغط عليك، أنت بقى لك تقريبًا 10 ثواني 15 ثانية واقف في الوضع دوّة، محتاجة لمسة واحدة على الأرض بقى فوق أي حاجة جون، ولكن زيزو جناح النادي الأهلي قرر إنه يلعب باص في الكورة الغريبة دي اللي ما فيش حد أصلًا، يعني يلعب باص للهوا، يعني يا ريته حتى لعب الباص لمحمد شريف، لأ هو الراجل لعب الباص في الهوا. زيزو اللي طول الماتش تقريبًا بيعمل أي عك في الملعب، يعني تعال شوف معايا الكورة دي بدل ما يروح بهجمة مرتدة عشان هو صانع اللعب النهارده ويفتح الملعب لطاهر ويبدأ يلعب بقى ويلاعب الفريق هجمة مرتدة، لأ شوف الراجل وقف واستنى 10 15 20 ثانية عادي جدًا لحد ما اتضغط عليه، فبدل برضه ما يطلع بالكورة لأ ما رجعش برضه لمحمد شريف، أخد الكورة ورجع بيها على مصطفى شوبير، طب اطلع بقى هنا أهو لمروان عطية، لأ برضه مش أنا اللي أرجع بالكورة للستة بتاعي، طب أنت هتعمل إيه يا كابتن؟ أنا هافضل أرجع بالكورة، أرجع بالكورة، أرجع بالكورة لحد ما آخد فاول ضحك كده ناحية المرمى بتاعي، وأبدأ هجمة منظمة بقى من أول وجديد، وده اللي بيعمله زيزو. فيستون مايلي حرفيًا واخد طول الماتش ياسين مرعي على كتافه وبيجري بيه زي الكرة اللي قدامك دي، بدل ما ياسين يعمل فاول هنا ويعطل الهجمة، خاصةً إنه آخر لعيب خلاص وعارف إن مايلي أسرع منه وأقوى منه، لأ عمل حاجة غريبة جدًا هنا، ولا هي فاول ولا هي قطعة ولا هي أي حاجة، ومايلي راح بكورة خطيرة. وزي الكورة دي برضه اللي فيها حاجة غريبة جدًا أول مرة أشوفها، إن مدافع يبقى هو اللي سابق المهاجم، والمهاجم هو اللي واخد المدافع في حضنه، والمدافع التاني زميلك مغطي الأوفسايد، ودي حاجة غريبة جدًا، فياخدها مايلي ويروح بكورة خطيرة لولا تألق شوبير اللي منع الكورة دي من الهدف، وبعد كده راحت لناصر ماهر اللي حطها وِحِش جدًا في رجل ياسر إبراهيم. وزي الكورة المردودة دي برضه بنفس الطريقة وبنفس القصة، الراجل برضه في ضهر ياسين مرعي دايمًا ما أعرفش إزاي، وبرضه ياسر إبراهيم مغطي الأوفسايد وبياخد الكورة بسرعته وقوته ويروح برضه يعمل هجمة خطيرة كان هيسجل منها هدف. كل ده وفي سباك دنماركي قاعد برّه مش شايف الماتش، ما بيتفرّجش تقريبًا، مش شايف إن في قصور واضحة جدًا عند المدافع بتاعه ومش قادر يلعب على المهاجم، وكل كورة بتروح من المهاجم بتبقى خطيرة، ولا حتى رمى حد عليه يدافع معاه من نُص الملعب ولا أي حاجة خالص. لحد ما بقى ياسين مرعي سبب في الجون الأول بعد ما ياسر إبراهيم خرّج الكورة بشكل خاطئ، فهنا ياسين المفروض بقى الراجل ده معاه والمهاجم اللي معاه فيضغط عليه ويعمل بلوك قوي أوي، أوي، ولكن ياسين فضل واقف يتفرّج كده من بعيد لبعيد، وبعد كده رمى نَفْسه بعد ما الكورة اتشاطت أصلًا. الجول التاني برضه تفوّق مايلي على ياسين مرعي في الكورة اللي قدّامك دي، وبدل ما يقف راجل، يضغط راجل، يقطع الكورة، يشتت الكورة، يعمل أي حاجة من حركات المدافعين دي، الراجل قعد على الأرض نُص قعدة كده، وبعد كده قام حاول يكمّل، ولكن طبعًا مايلي كان سابق بسرعته وقوته، وراح سجّل الهدف التاني. زيزو المدرب بتاعنا العبقري سابه طول الماتش في الملعب، انت متخيل حتى لما عمل تغيير راح غير طاهر محمد طاهر الوحيد اللي بيتحرك وبيروح وبيجي وبيعمل عرضيات وساب زيزو في الملعب. زيزو تقريبا طول الماتش وهو اداؤه كده، يعني انا جبت لك كورتين بس عشان اوريك الراجل ده بيقدم ايه في الملعب، هو طول الماتش اداؤه كده بيعمل حاجات غريبه، ما عندوش فكر ما عندوش اي حاجه، بيجري وبس حرفيا غير ضربه الجزاء اللي عملها علينا. اتمنى دلوقتي رحيل مجلس الاداره بتاع النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب، لازم المجلس ده يرحل، كفايه فشل وكفايه قرف هو والمدير الفني الفاشل اللي جايبينه، ولو قعد ثانيه واحده تاني يبقى حرام علينا، وحرام علينا اهدار المال العام اللي بيحصل في النادي الاهلي. والف مبروك لنادي الزمالك الدوري المصري السنه دي، يستحقوا رجاله وفرقه رجاله بتلعب بروح، معاهم مدرب فني كبير اسمه معتمد جمال عمل حرفيا من الفسيخ شربات، مش زيك معاك نجوم مصر كلهم ومش عارف تعمل اي حاجه، وفرقه بلا روح، لعيبه عاله، مدرب عاله، مجلس اداره عاله، واخر قرف. سلام.